السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة، وترحب بكم مرة أخرى في قناة شيوات مغربية اقتصادية وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم تمر معمر تجي رائع جدا، تشكيلة تجي رائعة جدا. نشارك معكم هذا الفيديو إن شاء الله. إلا بغينا نشكلو الطويلة ديالنا بهذه التميرة تجي رائعة جدا، وإلا ما كانش ياكلوا لنا الاطفال ديالنا التمر، هذه هي الفرصه باش نحببوا لهم التمر. او الا كانت عندنا شي مناسبه بالنسبه للخطوبه، الا بغينا نديوها في شي خطوبه. وهذا الفيديو حبيت نشاركه معكم كفكره. ويلا بينا المقادير وطريقه التحضير. نضع على بركه الله ندوزو المقادير. عندنا هنايا عندي شويه اللوز. هنايا انا شاركت معكم كل صراحه هي 250 غرام 250 غرام ديال اللوز. كما العاده راكم تعرفوا كيفاش غتصوبوها، لان اللوز تنسلقوه وتنقيوه ونغسلوه ونخليوه ينشف. بعد ما ينشف تنطحنوه، طحنته مع 2 معلقات ديال معلقه سكر وحبيبات عفوا، لانها غنزيد نضيف له عسل طبيعي. هنا بالنسبه الا بغيتو تخليو العقده ديالكم عاديه طبيعيه ما تزيدوهاش حتى اضافات، هي الماء زهر تنضيفوا لها والعسل الطبيعي نضيفوا لها. انا هنايا بنتي بغات هاد القرفه، وضفت لها شويه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه عسل طبيعي، عسل الحر. بالنسبه الى ما كانش عندكم متوفر عندكم العسل، ضيفوا 2 معلقات ديال سكر حبيبات على حسب 250 غرام، وتنجمعوا العقده ديالنا بما زهر تنخدموها جيدا حتى تولي لنا بهذا الشكل. وتنستمروا في التصواب حتى تنكملوا العقده ديالنا. هنايا مازال ما كملتش العقده. هذه تنكها بشويه البيستاج، تنضيف لها شويه البيستاج لان غندير فيها بيستاج. داكشي علاش نكهتها بشويه البيستاج. بغيتو تخليو نتوما العقده ديالكم عاديه خليوها طبيعيه كما صوبتوها. بغيت نكهوها، راه بزاف المنكهات اللي كاينين اللي تتواتوناو معها التمر. بالنسبه الا بغيتو تذوقوها بالمشماش تضيفوا نكهه المشماش، بغيتو تذوقوها باي نكهه. بالنسبه للبيستاج تضيفوا البيستاج، بغيتو تخليوها طبيعيه خليوها طبيعيه باي نكهه بغيتو تنكهوها راه تتواتى معها التمر. بالنسبه للتمر تنعمرها بهذا الشكل، تنحلو التمر ديالنا بهذا الشكل وتنحشيو فيها العقده. بالنسبه لهذا الفيديو كنت منطيته وقديته باش ننزل لكم قبل ما يدخل رمضان، ومرت داكشي علاش راه الصوت ديالي ماشي هو هذاك. داكشي علاش باش حطيته معطل تنعتذر. بالنسبه لهاد التمر نضيف العقده ديال البيستاج في التمره ديالي نستف فيها البيستاج على هذا الشكل كما تلاحظوا في الصوره. تجي رائع جدا، تجينا بهذا الشكل. وتندوز ان شاء الله نشارك معكم ديال اللوز ايفيلي اللي تنكون حمرنا اللي تنحمروا شويه نحمروه شويه تنتهضوه باش يجينا اللوين محمر. داكو تغفلوا عليه وتخليوه تحرق لكم لانه هو دغيا تيتحرق. ايوا تنستمر على شكل سبولات، وحده من هاد الجهه وحده من هاد الجهه حتى تنساليو الكميه اللي عندنا. بالنسبه للشكل الاخر اللي غنشارك معكم ان شاء الله، نضيف فيها الزرارع اي نوع زرع بغيتو تضيفوه. انا ضفت هنا الزريعه ديال القرعه خضراء بهذا الشكل. المهم زريعه بهذا الشكل. هنا هذا بالنسبه لهاد الزرارع راكم تلقاوهم عند اللي تيبيعوا لوازم الحلويات. وها الشكيلات ديالنا، وان شاء الله نعاود نشارك معكم ديال الورد. نشارك معكم تندير فيه الورد بهذا الشكل، الورد البلدي تيتكل. تنحاول الورد البلدي اللي تيتكل والمزيان.
راه فيه اشكالات حتى هو هذا الورد البلدي. بالنسبه للشكل الاخر تنضيف له العقده وتنضيف فوق منه نص قرقاعه او جوز الهند نصف. وهادو هما الشكيلات ديالنا 5 الاشكال تيجيو رائعين جدا. وكاين بزاف المنكهات وبزاف ديال شكيلات في هاد التمر. زينوا ملي كانت عندكم شي حفله او شي خطوبه. هاد الشكيلات تيجيو رائعين جدا، تشكيله رائعه جدا. هانتوما الا لاحظتوا يمكن لكم تزيدوا بعض شكيلات اخرين. وحتى لهنا وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، لي لايكات بارطاج مع الاحباب والاصدقاء فضلا وليس امرا. واكيد الى تعجبكم المحتوى فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى الفيديو المقبل بحول الله. ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير حبيباتي.